تحياتي للجميع. في الفيديو ده هنتكلم في نقطتين. النقطة الأولى هي إن كورتوا ظهر له فيديو وهو بيسب فينيسيوس في مباراة الكلاسيكو ويقول له أنت ابن تيت، بمعنى إن هو بيغلط فيه. هي أمور بتحصل في كرة القدم، خلي بالك، يعني مجتمع كرة القدم ده مش مجتمع مثالي، مش لعيبة محترمة ومؤدبة، فلا هو بتحصل كده مع نرفزة ملعب. لكن المؤكد أن فينيسيوس فقد يعني تقدير معظم نجوم ريال مدريد بسبب حاجتين. اولا تراجع مستواه، شايفين امبابي مجتهد وهو بيتدلع. ثانيا المشاكل اللي بتحيط فينيسيوس دايما موتره ريال مدريد، فاكتر من لاعب منهم كورتوا بيحاولوا يهدوه. فواضح ان كورتوا انفعل على فينيسيوس، مش بيرجع يدافع في مباراة الكلاسيكو، مش بيسجل اهداف، مش بيحسم. فعشان كده كورتوا كان مستاء منه، واعتقد ان اللفظ اللي قاله كورتوا ما هو الا انعكاس لحالة الازدراء من نجوم ريال مدريد لفينيسيوس هذا الموسم. الحاجة التانية ان الونزو مباشرة بعد ما خلاص اتفق مع إدارة ريال مدريد طلب منهم بشكل فوري في كأس العالم للأندية التعاقد مع مدافع، التعاقد مع ظهير أيسر، والتعاقد مع أرنولد. خلص هو أرنولد هيجي، وغالبا في الناحية الشمال هم عندهم 3 خيارات: كريكيز، ظهير أيسر بورنموث، وأنا أعتقد إن هو مش هيجي، وسيو هرنانديز لاعب ريال مدريد السابق ولاعب الميلان الحالي، وكارياس ظهير ايسر بنفيكا اتكلمت عليه اكتر من كده قبل كده، وهو لاعب مميز ولاعب هجومي، وكان اتلتيكو مدريد عايزه، لكن دخول ريال مدريد كبر السعر الصفقة، فصعب ان اتلتيكو يتعاقد معاه. سيو هرنانديز اسم مفضل لدى الكثيرين من من جمهور ريال مدريد، لكن يعني نقدر نقول ان الاتنين مع ارنولد ممكن هيلعبوا في طريقة التلاتة اللي بيفضلها بيفضلها تشابي الونزو. وانا اعتقد طريقة التلاتة دي محتاجة يعني هتبقى ملائمة جدا لسيو وكارياس، اي واحد منهم هيجي، وارنولد. الاتنين هيجدوا راحة في الانطلاقات الهجومية، وممكن تكون طريقة التلاتة 4-1-2 او 3-4-2-3 ممكن دي تكون مناسبة جدا لفينيسيوس وامبابي يشتغلوا مع تشابي الونزو. فواضح ان تشافي الونزو هيبقى عليه ضغط كبير الفترة الجاية. كمان هو طلب مدافع. الخيارات اللي موجودة قدام ريال مدريد طبعا هويسون لاعب بورنموث، كوناتي لاعب ليفربول، من ضمن الاسماء اللي بيفكر فيها ريال مدريد. طبعا هويسون اكثر سهولة من كوناتي، خصوصا بعد رحيل ارنولد. ادارة ليفربول هتبقى قدام جماهيرها في حالة ضغط، ازاي اصلا تفرطوا في لاعب زي ارنولد ريال مدريد، وكمان بعدها كوناتي، انتوا كده بتفضوا دفاع الفريق كامل. فعشان كده انا اعتقد في النهاية ان ريال مدريد ممكن يتعاقد مع هويسون، ما يتعاقدش مع كوناتي.